السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، أتمنى يكون الجميع بألف خير. في إطار استعدادات الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني، أدى الفريق النهارده مران قوي جدا قبل السفر، وانتظم فيه جميع اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم الدولية مع منتخب مصر. كمان عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، وناقش فيها عدد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. اللاعبين النهاردة أدوا فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال فوق الرائعة. الكلام ده قبل استكمال بقية المران، واشتمل المران على تنفيذ العديد من الجمل الفنية المتفق عليها طبعا بين اللعيبة، وتقسيمة قوية جدا بالكورة. الأهلي بيستعد بشكل قوي جدا لافتتاح مشواره في دوري السوبر الافريقي بنسخته الاولى، وطبعا كولر مصمم على تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة الاولى. ما هو الراجل لازم يدي كارت ارهاب كده في البداية. المباراة مش سهلة مع سيمبا التنزاني، هتبقى يوم الجمعة الجاية ان شاء الله، والفوز في اول مباراة بيخلي وجودك قوي في البطولة، وبيخوف اللي جاي بعد كده، خصوصا ان انت كده كده هتقابل صن داونز هتقابله. فلازم، عشان كان في تصفية حسابات عايزين نخلصها. المهم كولر طلب من اللاعبين التركيز الشديد وعدم التهاون او الاستهتار، خصوصا ان المباراة بتحظى باهتمام كبير جدا من جانب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. هيحضرها وفد كامل الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، وعلى رأسهم انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، كمان رئيس الاتحاد الافريقي، وكل الناس هتبقى موجودة في المباراة الافتتاحية. هتبقى بمثابة ماراثون، فنتمنى ان احنا نخلي الافتتاحية تليق بالنادي الاهلي. نتمنى نشوف مباراة قوية جدا من جانب النادي الاهلي، ونتمنى له التوفيق. سافر الاهلي النهارده على متن طياره خاصه. قائمه الاهلي طبعا سافرت لتنزانيا النهارده كالاتي: في حراسه المرمى طبعا الحائط السد محمد الشناوي ومصطفى شوبير المتالق ومصطفى مخلوف. الدفاع عندي علي معلول، كريم الدبيس، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم الوحش. انا محمد عبد المنعم انا شايفاه وحش الدفاع، واكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح. عندي في الوسط اما اجي اقول امام عاشور، اليو ديانج، مروان عطيه، انا كده بجيب سيره السد العالي يا جماعه. وطبعا احمد عبد القادر اللي مستواه بيتقدم بشكل ملحوظ جدا، ومحمد مجدي قفشه القضيه ممكن، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ورضا سليم ولمساته وترقصاته، محمد الضوي كريستو النجم الصاعد المتالق، واحمد نبيل كوكا، وبيرسي تاو، وروقانك يا بيرسي. الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن. الحمد لله اللعيبه كلها في حاله بدنيه عاليه، باستثناء مودست اللي جاله نزله برد شديده جدا. نتمنى الشفاء العاجل ليه، ونتمنى التوفيق للاهلي، وان شاء الله يحقق اول انتصار في البطوله، عشان يبعت رسائل من خلال الانتصار ده قويه جدا جدا لباقي الفرق المشتركه في البطوله. خصوصا البطوله هنرجع ونقول انها بتضم افضل 8 فرق في افريقيا، من بينها 3 فرق عربيه، واكبر 3 فرق عربيه: الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي، بالاضافه طبعا لصن داونز الجنوب افريقي. عايزين نصفي حساباتنا كده وناخد طارنا بقى، وانيمبا النيجيري، وسيمبا التنزاني، وبترو اتلتيكو الانجولي، ومازيمبي الكونغولي. فالبطوله قويه جدا. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى احتفاليه كامله متكامله يوم الجمعه طبعا بالافتتاح بتاع البطوله وفوز النادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى مشواره يكون متألق ويفرحنا زي ما بيفرحنا دايما. لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك على قناتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك. يشرفني وجودك معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.